الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا اتقلبت بفيديو وخبر غريب. حوت اوركا قتل مدربته جيسيكا رادكليف. الفيديو انتشر بسرعه والناس بدات تعلق وتطالب بوقف عروض الحيتان، بس وسط كل الدوشه دي قليل اللي وقف وسأل نفسه هو الخبر ده حقيقي اصلا ولا لا. لكن قبل ما نغوص في القصه لازم نعرف مين هو حوت الاوركا، او بالاصح مين هو الحوت القاتل ده. الاوركا او الحوت القاتل مش قاتل للبشر في الطبيعه، الاسم جه من لقب قديم هو ويل كيلر، وده لانه قادر على صيد اكبر انواع الحيتان في البحر. الاوركا بيعيش في كل محيطات العالم من المياه القطبيه البارده لحد المناطق الاستوائيه. بيتميز بجسم اسود وابيض وزعانف ظهريه ضخمه ممكن توصل لارتفاع 2 متر عند الذكور، موجود على قمه الهرم الغذائي. لكن هجماته على البشر في البريه شبه معدومه. وزن مخ الاوركا تقريبا 7 كيلو، في تعاريك كتير معقده للذاكره والتفكير، اذكى من الكلاب ومن الشمبانزي وحتى من الاورانجوتان. معدل ذكائه بيعادل شاب عمره 16 سنه. الاوركا مش بيعتمد على القوه بس، ده كمان على الذكاء والتخطيط. يعني شافوا الحيتان دي وهي بتهاجم القرش الابيض وبتوجه له ضربه قاتله للمخ او للكبد، وبتصطاد في جماعات، وبتشل حركه القروش بقطع زعانفها، وبتصنع امواج علشان توقع فريستها من الصخور او الجليد. الاوركا في الطبيعه بتساعد البشر زي الدلافين. في البحر مفيش اي حالات مؤكده ان الاوركا هاجم بني ادم من غير استفزاز، بالعكس في غواصين سبحوا جنبهم في المحيط من غير ما يحصل حاجه. وبتنقذ النساء الحوامل. هتقولي ازاي بيعرفوا انهم حامل؟ ده لانهم بيكتشفوا حملهم بالموجات الفوق صوتيه. القصه بتتغير شويه في الاسر. في احواض العروض المائيه الاوركا بيتم تدريبها باسلوب التعزيز الايجابي، يعني المكافاه بالاكل لما تنفذ الحركات المطلوبه. في الطبيعه الاوركا بيقضي ساعات في الصيد واللعب مع قطيعه، لكن في الاسر بيكون محبوس في بيئه فقيره بالمؤثرات. الاصوات اللي بيستخدمها الاوركا في الاحواض بتختلف عن الطبيعه، واحيانا بتكون مشوشه بسبب الصدى في المساحات المغلقه. الاوركا بيتعرضوا لضغط نفسي شديد بسبب الحبس ونقص المساحه مقارنه بالمساحه اللي كانت بتعيش فيها في المحيط، والاجبار على العروض مقابل الاكل. وساعات بيكون في تجويع متعمد علشان ينفذوا الاوامر دي، وده بيخلي بعض حيتان الاوركا بيبينوا سلوك عدواني او عنيف ناحيه المدربين. فبعض الاوركا بتهاجم المدربين علشان الانتقام او اللعب الخشن، خاصه بعد معامله الجوع والاجبار على العروض. فتسجل لحيتان الاوركا 9 هجمات من غير وفيات طبعا، و4 هجمات قاتله. اشهر حوادث الاوركا مع المدربين: حوت تيليكيوم يعتبر اشهر حوت اوركا في الاسر، تورط في 3 حوادث وفاة. أشهرها حادث 2010. تيليكوم كان من أكبر الأوركا في الأسر، وزعنفته الظهرية كانت منحنية بشكل كامل. الحوت كيتو في 2009 هاجم مدربه أليكسيس مارتينيز بجزر الكناري، وكان السبب في موته، وكان معروف إنه أحيانا بيكون مزاجه متقلب بسبب ضغوط الأسر. الحوت كاساتكا في 2006 مسكت مدربها تحت المية أكتر من مرة أثناء عرض في سي وورلد سان دييغو، وكانت مشهورة بذكائها وسرعة استجابتها، لكن في الحبس بان عليها سلوك عدواني غير معتاد. الاوركا ممكن يعيش في الطبيعة لحد 80 سنة، لكن في الحبس عمره غالبا بيكون أقصر بسبب الأمراض والضغط النفسي. غذاؤه متنوع وبيعتمد على نوع القطيع. بعض المجموعات بتاكل الاسماك، ومجموعات تانية بتركز على الثدييات البحريه. رغم سمعه حوت الاوركا القاتل اتوثقت له مواقف انسانيه كتير، زي اوركا ساعدت مدرب مصاب بكسر في الضلوع وشالته بهدوء لبر الامان. كمان اتوثق موقف لاوركا تاني في الحبس وهي بتحمي مدربين من الاصابات او بتساعدهم يطفوا لما يغرقوا. الحقيقه ان الاوركا كائن اجتماعي وعاطفي، وذكائه بيخليه قادر يتعلم اوامر معقده ويفتكر وشوش واصوات الاشخاص لسنين. لكنه في النهايه حيوان بري، وحياته الطبيعيه في المحيط هي المكان اللي يقدر فيه يعيش بحريه ويمارس سلوكه الفطري بدون قيود. الاوركا اللي بيكون محبوس وبتخرج بتبان فرحها وكمان بتعيط احتفال بحريتها. كل هجوم في الحبس بيصير الجدل حوالين ضروره رجوعها لمكانها الطبيعي للبحر المفتوح. المفاجاه بقى ان الفيديو المنتشر عن هجوم الاوركا على جيسيكا رادكليف كله متفبرك بالذكاء الصناعي، وكمان مفيش اي مدربة اوركا بالاسم ده ولا اي وسيلة اعلام موثوقة نشرت الخبر. مصدره الوحيد تيك توك. في الاخر حوت الاوركا مش الكائن الدموي اللي بيحاولوا يصوروه في الاخبار المتفبركه، هو واحد من اذكى وارقى الكائنات في البحر، وكتير من هجماته في الحبس سببها المعاناه والظروف السيئه. علشان كده قبل ما نصدق اي فيديو او خبر بنشوفه على السوشيال ميديا لازم نسال ونتاكد، لان مش كل حاجه بنشوفها على النت بتكون حقيقيه، ومش كل ترند بيطلع حقيقي.